مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من مشكات التنوير. حبيت أخصص الحلقة دي وأعرض خلالها على حضراتكم كلمتي في الندوة المهمة اللي نظمتها مؤسسة رسالة السلام العالمية الجمعة اللي فاتت بفندق رمسيس هيلتون تحت رعاية مؤسسها المفكر العربي الكبير أستاذنا علي محمد الشرفاء الحمادي، بحضور حاشد من نخب المجتمع في السياسة والفكر والدعوة الدينية والاستراتيجية العسكرية والأمنية والرياضة والمرأة والمجتمع المدني، وكانت بعنوان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ألقى خلالها المدير العام للمؤسسة الكاتب الصحفي المرموق أستاذي مجدي طنطاوي كلمة أستاذنا الشرفة الجامعة الشاملة الإنقاذية بعنوان ليلة القدر، العمل بالقرآن والهجران. وأدار الندوة النوعية المهمة باقتدار رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخبير الإعلامي المرموق أخي الحبيب أستاذي دكتور معتز صلاح الدين. كلمتي طرقت فيها زاوية شايفها مهمة عشان يكتمل المشهد، وناقشت فيها الدراما الرمضانية وخاصة المسلسل بالغ الأهمية رأس الأفعى على ضوء فكر ورؤى أستاذنا الشرفاء. قلت في كلمتي التالي: في شهر رمضان اللي اختاره ربنا زمن لتنزل فيه الهداية على قلب الإنسان، بتظهر أعظم نعمة إلهية عرفتها البشرية، نعمة القرآن الكريم اللي نزل دليل لرحلة وخريطة وجود ومنهج حياة بيجيب الإنسان عن أسئلته الكبرى، بيضعه على طريق العمران الروحي والأخلاقي والإنساني. لما بيتدبر الإنسان حقيقة هذا الشهر الكريم بيدرك أن الصيام لحظة استرداد للعهد مع المنهج اللي أنزله ربنا رحمة للعالمين، لأن الإنسان لما بيبتعد عن القرآن الكريم بيفقد الميزان والوجهة، بينحرف عن الطريق وبيبقى عرضة للتيه الفكري والاضطراب القيمي. العودة إليه في المقابل بتعني استرداد القيمة، استرداد القدرة على التمييز بين الهدى والضلال، بين الحق اللي بيحرر الإنسان والوهم اللي بيستعبده. ومن هنا بتتضح القيمة الكبرى للمشروع الفكري لأستاذنا الكبير علي محمد الشرفاء الحمادي، اللي أعاد طرح السؤال الجوهري حول علاقة المسلمين بكتاب ربهم، وكشف في مؤلفاته وكتبه ومقالاته إن جوهر الأزمة اللي عاشتها الأمة عبر قرون ارتبطت بابتعادها عن القرآن الكريم. أنا هضرب نموذج واحد وهترك زاوية واحدة بس بتربط الشهر الكريم ومشروع أستاذنا الشرفاء والقرآن الكريم والدراما الرمضانية. كنت قبل سنوات بتابع الدراما المهمة، خاصة إن كنت من أوائل اللي طلبوا بده في كتابي اللي صدر 2018 المصالحة بين الإسلام والفن، باستخدام الفن كسلاح استراتيجي لأنه بيمثل أمن القومي. ونبهت إزاي استخدمت القوى الطامعة الخارجية سواء الدولية أو الإقليمية غير العربية الفن والأفلام والمسلسلات لنشر الزيف والتزوير والأكاذيب والضلالات، وطلبت باستخدام الدراما لكشف وفتح الأكاذيب والتزوير، تزوير التاريخ وتزوير الواقع. كنت بتابع بدأ بالمسلسلات اللي أنتجت زي ممالك النار، المسلسل العبقري والمسلسل المهم جدا الاختيار بأجزاء 3 وغيرهم، وبكتب عنهم وبرصدهم في مقالاتي في الأهرام، وبرصد فيهم صدى وانعكاسات كتاباتي.
السنة دي مختلف مع عرض مسلسل رأس الأفعى، لأني بتابع المسلسل بكل صدق، مش مع مقالاتي وكتبي، لأني أنا ومقالاتي وكتبي وكل جهدي الفكري طوال ربع قرن ما يجيش حاجة جنب اللي عمله أستاذنا علي الشرفة في كتبه ومقالاته في الملف ده بالذات. نشوف مثلا مسلسل رأس الأفعى، نرجع نقرأ معاه كتب ومقالات أستاذنا اللي بتكشف الزيف والتزوير والضلال على كل المستويات، على مستوى الاستخدام السياسي أولا، والتوظيف السياسي للجماعات التكفيرية بين قوسين الدينية في صراعات النفوذ الدولي. تكشف مقالات أستاذنا الشرفة عن خيط ممتد بيربط بين نشأة التنظيم الوظيفي ووظيفته التاريخية في خدمة استراتيجيات الهيمنة، من مخطط ضرب المشروع الاستقلال الوطني والتحرر من الاستعمار اللي قاده الرئيس جمال عبد الناصر، وصولا لمخطط إعادة تشكيل الشرق الأوسط منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وأحداث ما عرف بالربيع العربي وتمكين الجماعة الإرهابية برعاية دولية، ومنها اتضح ملامح المخطط والدور القذر اللي لعبته جماعة الإخوان اللي تم كشفها كونها أحد أخطر نماذج التوظيف الأيديولوجي في التاريخ الحديث. كمان المستوى الثاني على مستوى المرجعية، وده مهم جدا لأن الأستاذ الشرفة فكك أخطر الملفات من جذورها الأعمق. فإذا كان سيد قطب اللي هو أستاذ محمود عزت وغيره من رؤوس وقادة التكفير والإرهاب صاغ منظومة كاملة من المفاهيم اللي لا أصل لها في القرآن الكريم بصيغتها الأيديولوجية الفاشية الشمولية، خلى الحاكمية حكم الجماعة الإكراهية، خلى الجهاد قتال دائم وعدوان وغدر على الآخر وسلب ممتلكاته وسبي نسائه، خلى الشريعة قوانين عقابية جامدة، قسم العالم لدار حرب ودار إسلام، استعلى على الآخر باسم الإيمان، وقال إن النجاة الحصرية بالانتماء التنظيمي أو المذهبي. في المقابل إذا كان سيد قطب عمل كده وغيره من تلامذته من منظري التكفير والجماعات المتطرفة، فأستاذنا الشرفة في المقابل أعاد المفاهيم دي وغيرها لأصلها القرآن الكريم، لأصلها القرآني ضمن منظومة القيم ومعيار وميزان الهداية. وضح إزاي القرآن الكريم رسالة هداية أخلاقية إنسانية، إزاي ما فيش في القرآن حاجة اسمها الفرقة الناجية، ما بيربطش النجاة بالانتماء، ما بيقسمش البشر لفسطاط إيمان وفسطاط كفر، ما بيمنحش حد حق التكفير أو الوصاية على البشر، ما بيقرش سلطة دينية بتحتكر الفهم أو بتزعم إنها بتملك مفاتيح الجنة. وأكد أستاذنا شرفة إن ميزان التفاضل في القرآن الكريم هو التقوى والعمل الصالح والقيم الإنسانية الجامعة بكر التعدد والاختلاف، وإن الأساس في العلاقة بين البشر هو التعاون والتعارف مش الصدام والمواجهة الكونية اللي كرسها سيد قطب ومن جاء بعده. وده بينسف تماما منهج سيد قطب وقناعات كل تيار من الجذور، وبالتالي قناعات كل التنظيمات والخلايا والجماعات اللي تولدت من هذا الفكر العقيم المنحرف. جعل أستاذنا الشرفة الرؤية القرآنية هي المرجعية مقابل الرؤية التراثية والمرويات المكذوبة والمدسوسة والإسرائيليات اللي تغذى عليها تنظيم الإخوان ومن شابهه. القرآن الكريم بيجعل الدين رسالة حياة، تحكيم العدل بين الناس، تحريم العدوان والغدر بكافة أشكاله،
والكتير جدا من الصفات النبيلة من الرحمة والتسامح والأخلاق السامية، مساعدة الفقراء والمساكين، والكتير جدا من القيم النبيلة. في المقابل بينما الإخوان بيستخدموا التراث كأداة سلطة وغدر وسلب ثروات وممتلكات وقتل وسفك دماء وإرهاب وعدوان. القرآن الكريم بيحرر الإنسان من الخوف والوصاية. الرؤية التانية بتعيد إنتاج الخوف بسم الله، حاشا لله عز وجل. المستوى الثالث والأخير اللي تابعت به دراما رمضان، وخاصة مسلسل رأس الأفعى، مع استحضار أطروحات ورؤى مفكرنا الكبير أستاذنا علي الشرف الحمادي، هو المستوى النفسي، خاصة في مقاله الدقيق والعميق والمهم علاقة النفس في تفسير النص. وفيه بيترك أستاذنا زاوية مهمة غايبة عن كثيرين في سياق كشفه المستمر عن الحقائق وشرحه لكيفية حصول التشوه، لأنه من ضمن عوامل الابتعاد عن الحقيقة الإلهية ومنهاج الله وشرعته وعن فهم الرسالة ومقاصدها والعمل بمقتضاها تصدي أناس غير أسوياء نفسيا بيسكنهم الحقد والبغض والكراهية والرغبة في الانتقام لتفسير القرآن والإسلام. تصدي هؤلاء المنحرفين نفسيا وسلوكيا لتفسير القرآن والإسلام. بيأكد أستاذنا أن تفسير النفس السوية الطبيعية المطمئنة الراضية المحبة للسلام والرحمة والخير للنص القرآني بيتوافق وبينتج وبيتسق مع مقاصد آيات القرآن الكريم لما فيه منفعة الناس ومصلحة الإنسان. بيتحقق له الأمن والحياة الطيبة، وبتؤسس مجتمعات بيعيش فيها الناس حياة كريمة بينتشر فيها السلام والتعاون والأمان إذا قرئ وإذا تم تفسير النص من قبل نفس سوية مطمئنة راضية. أما في المقابل منظرو الجماعات التكفيرية والإرهابية فقدموا الإسلام على غير حقيقته، اتخذوه مطية وأداة لإشباع نهم الانتقام داخلهم، فجت كتاباتهم عن الإسلام والقرآن ترجمة لنوازعهم النفسية المضطربة. ده هو اللي أنتج نسخة مزورة مزيفة من الإسلام بيقتل معتنقوها الأبرياء وبيكفروا المجتمعات وبيخربوا البلاد. لو رجعنا للكتابات عن سيد قطب هنلاقيه كان راجل انتقامي ثأري، عنده عقدة نقص من عدم قبول جمال عبد الناصر له في الوزارة، وإنه هو رفض يديله حقيبة وزارية فشلها في نفسه. كمان ما كانش ما أثبتش وجوده في الوسط الثقافي، وسط فطاحل والأدبي زي العقاد وطه حسين، فشال في نفسه إزاي ما يظهرش في هذا الوسط، وصمم على إنه يظهر في الوسط التكفيري كقائد وزعيم لينتقم ويسأر لنفسه الناقصة. ده على سبيل المثال محمود عزت رأس الأفعى شبيه بسيد قطب رأس الأفعى الأكبر، منظر جماعة الإخوان الإرهابية والعديد من الجماعات التكفيرية الأخرى. ده نموذج حي لأصحاب العقد النفسية والأنفس غير السوية المملوءة حقد وكراهية ورغبة في الانتقام. ارتكب زي ما ارتكب زعيمه وملهمه أكبر جريمة بيتورط فيها الإنسان، وهي الافتراء والكذب على الله عز وجل. فسر الوحي الإلهي بنفس ناقمة حاقدة ليشبع نهمه الشخصي للانتقام وإرضاء غروره وكبره ورغبته في النفوذ والهيمنة والظهور والسلطة والمال.
وزي ما حاول قطب في تنظيم 65 منتصف الستينيات عن طريق تنظيم سري شكله مش بس لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة، لا ده كمان حط مخطط لتدمير المنشآت والمرافق العامة وتدمير القناطر الخيرية عشان يغرق البلد، وتدمير شبكات الكهرباء عشان يضلمها. وهي نفس الخطة اللي استدعاها عزت، قطع الطرق وتفجير الكباري ومحولات الكهرباء وأبراج الكهرباء واستهداف مترو الأنفاق وغيره وغيره. وده مش بس مجرد انحراف وضلال فكري أو منهجي، لكن من منطلق عقد ونوازع شريرة وانحراف سلوكي ونفسي. وبكده انتهت كلمتي في الندوة المهمة النوعية الثرية، وانتهت حلقتنا الليلة. أشوفكم على خير، إلى اللقاء.